تفضل استاذ وليد، هذا مفتاح غرفتك. بعد شوي بروح معك فتى الجرس يوصل لك الشنط. فتى ايش؟ البلبوي. البلبوي. شكرا. بسم الله. خير ان شاء الله. وين؟ وين يعني؟ ما اخذ المفتاح غرفتي واروح اريح. لما مريتني هناك؟ انا اول ما دخلت ما لقيت احد عند الباب. تنتظرني لما اجي. تفضل. سم. بقالة ذا مو فندق. كل من دخل ما كان ما في رجل امن هنا. خير وش فيك؟ حرارتك مرتفعة. وش اللي مرتفع انت الثاني بعد؟ ما في الا العافيه، وش اللي مرتفع؟ اقول فيك كورونا، فيك شيء انت؟ اي كورونا. فال الله ولا فالك، الا هذا مضروب وانت مضروب مثله. قال كورونا. يا استاذ لو تكرر وش ذا النكبة ذا؟ عندك ارجع شوي. ارجع تباعد حبيبي. قل لي اللي تبيه وانت واقف هناك بعيد. وش بلاك انت؟ ايش فيك؟ جاي ابشرك اني لقيت القبض على اول مصاب كورونا في الاوتيل عندنا. كورونا؟ ايه كورونا. وش دخل؟ فحصت حرارته وطلعت مرتفعة. طيب وين هو الحين؟ طبعا على طول اتخذت اجراءاتي الامنيه وعزلته وقفلت عليه في غرفته. حلو تمام. اسمع، لا احد يدخل ولا احد يطلع، زين؟ حتى مرور لا احد يمر على غرفتي، تفهم؟ لين ما ادق على وزاره الصحه. لا شو وزاره الصحه؟ ما وزاره الصحه انت تنكبنا. سمعت الفندق. ايه صح صادق. طيب وش تبين نسوي؟ انا اقول اكمل اجراءاتي الامنيه واعزل عزل تام. ابى اقفل عليه في غرفته، ندخل له الاكل زي السجناء، حتى الشاور المويه لحالها نصرفها ونخليه معزول لين ما الله يفرجها. صح. طيب بس خوفك ان الاكسجين يخلص وتتدهور حالته الصحيه ونبلش فيه. عاد اذا مات عاد امر الله، ما عاد ياخر يومه يا بالحال. ايش فيك؟ رجل اسمع انا جتني فكره. احنا نروح نفحص على حسابنا، واذا طلع فيه كورونا نبلغ وزاره الصحه. دبر نفسك. ما ادري شو اقول لك. اي خلص يلا روح خلص شغلك. راح عليكم. عليكم السلام ورحمة. شو العلوم؟ والله ماني بخير. ايش فيك يا اخوي؟ اشرب اول شيء. اشرب واعلمك السالفة. لا ما ابي عصيرك. سكن من؟ اخوي حتى انا ما ابي، انا جوي طبقات وجابوا لي ذا مو بزين. اشرب ابي يجوز لك. ترى شربت منه جغمة، اشرب من الجهة الثانية. جاب وقته والله بارد. لا وش فيك صدق؟ وش بتقول قصيدة؟ لا صدق انا ضايق. وش فيك؟ يا اخوي امي ودوها العناية طلع فيها كورونا، الله يشفيه. ايش فيك انت؟ الله لا يوفقك. مخالط وتسلم علي تشربني من عصيرك. اخوي ما فيني شيء، انا مريض. انت فحصت؟ افحص ما فيني شيء. حتى لو ما فيك شيء فحصت، مو بلازم يكون فيك شيء. ما فيني شيء يا ابن العالم. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. قل لي هدينا يدكم الله. ابشر، عصير اناناس بالبرتقال. تمام، بكلم الطباخ يسوي لك اياه. اوف وش فيه؟ يا اخي ذا المريض اللي عنده كورونا ازعجني اتصالات. وش يبي يعني؟ طلبات كثيره، التغدى مرتين والحين يبي عصيرات وشبسات وحب قرع، من وين اجيب له؟ يا اخوي ذا قروشنا، طلباته كثيره. قبل شوي طالب كيرم واونو. طيب لو جبنا له كيرم اللي بيلعب معه. خلاص يا رجال، انا بجيب لك كيرم واونو واللي يبي، فكونوا منه ذا البثر. من ذولي؟ هذول اللي المستشفى جايين ياخذون عين من المريض. ومتى تطلع النتيجه؟ اليوم تطلع.
اون تايم يا شباب. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. طلال بالله خذهم ودهم المريض يلا. وين المريض؟ فوق فوق. خير ان شاء الله. انا اللقاح ذا طالع لي بخساره. وجب ترى حتى وانا ملقح ممكن امرض. مشينا. الله لا يوفقك يا راشد. الله لا يوفقك يا راشد. وين يا شباب؟ تباعد. وقف منه، وقف شو؟ وقف حتى أدري انكم اخويا، بس عاد انه مو ذا الدرجة. تسألوني ليش؟ اقول لكم ملقح. شو؟ يلا معه. قرب. حلوين. يلا. لا تتلازقون. يا ركان وين؟ زين تعطي مياه. ايه حتى انا والله بطني اليوم طيب. والله ايوه. السلام عليكم. والله يا اخوي انا ما ادري، يعني احس اني طفشت من القعده بروحي. ارسلوا لي احد يلعب معي اونو. يعني لو جتني كورونا اموت، يعني اموت. طيب ارسلوا واحد في كورونا يلعب معي، ما فيها شيء. زين. طيب تعالوا بس شيلوا العشاء اللي عندي هذا، ما ادري اللي جايبينه للاكل، وغيروا لي. ابي سمك فريش. اي يلا. من؟ وجع. ايش جابك انت؟ انت وخر هناك، امك مصيع كورونا، قاعد تكرون الفندق حقنا، والله العلم مو بخالد. ما فيني كورونا، امزح حال امي ما فيها شيء. خليني اقول لك السالفه. لا حول. صدق؟ ايه. اوف مو بعندي، اوف هناك. انا مطرود من البيت، امي طردتني. هذا المكان الوحيد اللي اقدر انام فيه، وانتي خربتي النوم. يا حبيبي ليه؟ موضوع وشو؟ موضوع حساس. وشو طيب؟ انا سرقت سروال اخوي، امي زعلت وطردتني من البيت. اولا سلامة امك، ثانيا يقرفك ويقرف موضوعك الخايس ده انت واهلك. مع انه حايمة كبدي منك، وراك ما نمت بواحدة من الغرف. تحسبي ما فكرت فيها؟ فكرت فيها، بس طلال يراقبني في الكاميرات، كفطني مرتين. عرفت كيف؟ فرحت المكان الزابن ذا عشان هو المكان الوحيد اللي ما فيه كاميرات. نايم هنا في الزبنة ذي. تسمحي لي اكمل نومتي هنا؟ يعطيك العافية. تصبحي على خير. أولاً نهاركم سعيد جميعاً، وأنا سعيد فيكم. ثانياً أنا اخترت أن يكون اجتماعنا هنا على البحر في هذا الهواء الطلق عشان موضوع الكورونا، وتعرفون ما في تباعد يا أخوان، ممكن شوي تباعد؟ وقت. أنا سعيد فيكم،
وسعيد في الإنجاز اللي سويتوه. أنتم أثبتتم أنكم على قد المسؤولية، وأنكم قادرين تديرون أهم الأزمات وأصعبها. يعني تأكدت الإصابة عندنا يا أبو خالد؟ لا أبشركم، طلعت فلونزا موسمية. زين العين، يعني نقدر نروح للزبون ونفقع وجهه ونخليه ينق فلوسه نق على الاشياء اللي ياخذها. ذبحنا، طلباته واجد وغثيث. لا 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 لا، الموضوع هذا بسيط. أنا جاك في موضوع أهم. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله يا ماجد. طبعا أولا أرجع وأكرر شكري لكم. أنتم أثبتوا أن هذا الفندق قادر أنه يكون على قد المسؤولية. أنتم أثبتوا جدارتكم وكفاءتكم في التعامل مع الحالة اللي كانت عندنا. علشان كذا جتني فكرة لطيفة جميلة. بالعكس يا أبو خالد، هذه كلها جهودك وجهود الأصدقاء. بالضبط، وهذا شجعني أني أشوف اتصالاتي وعلاقاتي بوزارة الصحة ونرشح الفندق أنه يكون محجر صحي لمرضى كورونا. يا ابو خالد، ترى الاخوان ورطوا في نزيل واحد، تجيب لنا 120 نزيل وش يسوون؟ أنتم قدها وقدود. طيب حنا وين بنروح؟ كل واحد في مكانه. أنتم تخدمونهم. طيب ما في خطر علينا؟ أبداً، إذا التزمنا بالاحترازات. وش هي؟ كمامة، تباعد، تعقيم. طيب شلون نقدر نتواصل مع المرضى؟ وانت ايش دخلك انت في المطبخ تطبخ اكلهم وفي غيرك يوصل. وانا كرجل امن ايش راح يكون دوري؟ دورك مهم. انت بتكون حريص على البوابات، ما حد يطلع ولا يدخل الا مشيك عليه. جميل، يعني الوضع يبي له تسليح. كمامه وتعقيم. طيب واحنا دورنا بالاستقبال ايش؟ انتم دوركم مهم في هذه المرحله. ما ابغى حجوزات جديده، والموجودين حاولوا انكم تطلعونهم. طيب النزلاء اللي باقي لهم مده وش نسوي معهم؟ اقنعوهم، عوضوهم على الباقي. واضح كلامي؟ واضح. انطلقوا. يلا كل واحد شغله يا ماشي. يلا يا شباب، يلا يلا يا بنات، يلا الاستقبال. وش السؤال الحين؟ فيش؟ اللي قال ابو خالد يقول طلعوا النزله، فوضى هي. انت عارف لو واحد يروح يشتكي بس لوزاره السياحه ولا الشرطه بناكلها. الكلام ذا ورا ما قلته عند ابو خالد، جاي تشغلني الحين. يا ابو خالد ينظر وانت تهز راسك. ايش تبيني اسوي يعني؟ انا ما اقدر اقول شيء لابو خالد. قل له لا، ما اقدر. طيب وش الحل؟ انا بقدر انقذك المره، انا رجل امن وانقذ ماجد. خف علينا يا اينشتاين، اخلص. وش عندك؟ عندي كل خير ان شاء الله. شوف انا بلقى لك حل، وشلون نطلع الناس من الفندق دون ما يدرون اننا ناويين نطلعهم، لان عندنا تخطيط مسبق لتطليعهم من الفندق. والله انت بتستمر كذا يعني ولا ايش؟ قاعد افكر بصوت مرتفع. طيب الحل بسيط، نعلن في الفندق ان في قنبله في الفندق، فبينحاشون الزباين يفضون الفندق. انت راسك فيه وش؟ شنو نقول للناس في قنبله في الفندق؟ انت ناقصين مشاكل احنا. طيب اذا ما جازك الفكره ذي دعها. الفكره الثانيه نحرق الفندق، منها نكسب تعويض، منها الناس بتنحاش، منها نقعد لحالنا نتفرغ للصيانه. انا اصلا ليش اناقشك؟ انا ليش اتعاطى معك اصلا يعني؟ كيف نحرق الفندق؟ ما عجبك الحل خله. في شيء غيره؟ عندي فكره بس هي الورقه الرابحه حقتي يعني. انا اقول ان هو الحل رخيص وسلس وسهل، محتاج لياقه. ودارك داخل بقاله انت؟ انا اصلا ليش اتناقش معك انا؟ يا ماجد يا اخي اسمع، طب الحل والله رخيص وحل سهل وتافه. يعني ترى موضوع، انا رجل امن، انا احل المشاكل ما اخترع مشاكل. الحل كيس صراصير نرشه في الغرف بس بينحاشون الزباين. اتفه من كذا ما في. تفضل اخوي. الو، اعتذر منك ما في حجوزات. لا الفندق مو مليان، بس تم اختيار العزل مرضى كورونا. وياك يا رب، اعتذر منك. ما تلاحظي شيء يا رنود؟ رنود؟ مو كأنك صاير تمون؟ من يوم اخذ الهوتيل الحجز الكورونا صاروا زباين كثيرين يعني. هذه انت صادق، انا تعبت وانا اصرفهم.
بس أنا عندي سؤال. يا كثر أسئلتك. سم. أنا أبي أسوي شيء وأخاف يعتبرونه هروب من المسؤولية. أنا بياخذ إجازة. إجازة؟ طبعا هروب من المسؤولية. إيش معنى فكرت بالإجازة الحين؟ أنت خايف صح؟ صح؟ ليه يعني أنت مو خايفة؟ لا يمكنك الهروب من القدر. أقول خلي عنك هالحركات واقعد. كلهم طلعوا؟ شلون؟ وهالواحد اللي ما يبي يطلع اي غرفه. خلاص انا برسل له الحين طلال وياسر يطلعون غصب عنه. طبعا احنا وزارة الصحة اختارت فندقنا انه يكون فندق عزل، فنبيك تطلع برا. ممكن اسال سؤال؟ تفضل. انا مستاجر من عندكم 7 ليالي، يعني اسبوع. من ال7 ليالي هذه راحت ليله واحده، كم باقي؟ 7 ناقص 1. 6 ما يبي له حساب. يا سلام عليك، بعد 6 ايام تعال لي. يا استاذي يا استاذي، احنا ودنا انك تطلع. وانا قلت ما راح اطلع. احنا خايفين عليك، الناس اللي بيسكنون في الفندق في فترة العزل كلهم مصابين كورونا والوضع يصير دنجرس عليك. والله عاد المكتوب راح يصير، بس طلعه ما راح اطلع. عاد يزودها، عاد احترمناه ما بتفاهم معك. اخوي نعم. لو عوضناك بالمدة المتبقية تطلع؟ لا. والله انك كريم، ولد كريم، وانك رجال يعوضك، يقول لك بنعوضك وتقول له لا. ما يهمني وما بطلع. يا اخوي اعتبرها خدمه وطنيه. على راسي خدمه وطنيه. اذا على قولتك خدمه وطنيه، خل وزاره الصحه يرسلون لي خطاب رسمي باسمي انا، وساعتها اطلع، ما عندي اي مشكله، واطلع وانا مقتنع. من انت عشان يرسلوك خطاب؟ من انت؟ لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك. اقسم بالله لو ما طلعت لا اسحبك مع علباك اطرده برا. انا مواطن وساكن هنا بفلوسي، مو ببلاش. تفضل. ايه يهددني قال. يا أستاذ وليد، مو أنت اللي كانوا مشتبهين معك كورونا؟ وما طلع في كورونا. طب بعد إيش؟ طب اسمع، إحنا جايبين لك عرض ممتاز. أنت باقي لك عندنا 6 أيام، و7 أيام اللي حجزتها بنرجع لك فلوسها، وبنحجز لك بأوتيل ثاني بعد، وعلى حسابنا. وش قلت؟ أظن كذا ما قصرنا معك يا الحبيب. خلصتوا كلامكم؟ موافق؟ لا. أفا. سا وليد، يلا حي، كيف امورك؟ طال عمرك، جزاك خير. خير نعم. سام ايش عندك؟ احنا طال عمرك جاي نقدم لك عرض. العرض طال عمرك. يا اخوي تراكم ازعجتوني، كل يوم الثاني عرض وعرض وعرض. ما انتم مخليني ارتاح، لا في مركز سباحه لا في لوبي لا في غرفه. ايش فيكم انتم؟ ايش تبون؟ طيب اسمع العرض الحين بقول. ما ابي اسمع اي عرض منكم، وطلعه ما راح اطلع. ذبحتوني، ولو سمحت الحين تفضل يا اخوي تفضل. طرد يعني؟ يا اخوي قاعد بفلوسي انا، مو قاعد ببلاش، ومن حقي اطرد اللعبي. ما عندك مشكله. يلا خلاص ابشر ولا كمل. شغلتوني وشغلتوا حياتي، الله يشغلكم في انفسكم. طلبتني؟ ايه طلبتك. وش صار؟ طلعوا كل النزلاء؟ ايه طلعوا 99.9% من النزلاء مشوا. تمام كويس. طيب وش قصة 1% وين راح؟ ما طلع. والسبب؟ يقول طلعه ماني بطالع، حقي وماني بطالع. وش انت تستهبل انت؟ ما تعرف ان اليوم اخر مهلة لنا من وزارة الصحة؟ اخوي ترى رحت هاوشت معه، اتجه لدنا، سحبته مع رجوله، عشيان، طلبات، حلوف، سويت كل شيء. يقول حقي طلعه ماني بطالع. وش على كيفه هو؟ منو هو؟ اي غرفة؟ هذاك اللي اسمه وليد اللي كان عنده اشتباه كورونا. ايه الغثيث. الاغث. لا هذا عندي انا، خلى علي انا اتفاهم معه. انا اروح لها الحين واوريك فيه.
إقامة سعيدة. انتوا خليتوا فيها إقامة سعيدة، خليتوا الواحد يرتاح بهالغرفة. كل يوم واحد منكم ناطلي. حاجة أنا مو ساكن بفندق، أنا ساكن تحت كبر البطحة. معليش احنا آسفين صراحة، أنا جايك في موضوع مهم. إذا نفس موضوع ربعك أنا ماني بطالع. أنا بصراحة جايب لك عرض ممتاز. أوه يا كثر عروضكم يا ابن الحلال، وفر عرضك لك. أنا ما بطلع من هالفندق. سويت. السويت بالفندق اللي جنبنا وعلى حسابنا، ايش قلت؟ قلت لا. يعني ما تبي تطلع؟ لا ما بطلع. يعني الدعوة تخريب. يا أخوي حقي، حقي مو بحقي. لا ما هو من حقك. إذا مو بحقي روح اشتك علي، ليش واقف؟ أنت راعي مشاكل، بديتها في كورونا وختمتها في تخريب الفندق. يا أخوي أنا صاحب حق. يعني ما أنت بطالع؟ لا ما بطلع. لا بتطلع وأنت ما تشوف الدرب. ما بطلع، وأعلى ما في خيلك اركبه. الله يرحم يوديك، تكفى تكفى تكفى، طالبك اطلع الله يرحم يوديك، تكفى أرجوك. لا تترجاني، امسك دربك وروح قول لربعك ان انا مصر اني ما بطلع من هالفندق. يعني كذا ها؟ انت بنفسك. لا ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني خلاص الحين كنسلوا الموضوع؟ خلاص بلغ الجميع، ترى الوزارة اختارت فندق ثاني للعزل. كلها بسبة هالغثيث هذا. تتعوض إن شاء الله. كله بسبتك انت وياه. لو مخليني اكرشه من يوم جاء ما صارت المشكله. عاد صار اللي صار. يا قهري بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ترى، وش تبي بعد؟ ايش دعوة ما حد منكم يرد السلام؟ ادري زعلانين مني، ادري. شيطان الله ياخذ الشيطان. عشان كذا انا جاي ابي ارضيكم. احب اقول لكم اني اجتمعت مع نفسي وشاورت نفسي وشاورت عمري وطلعت بقرار يرضي الطرفين. انا وافقت على عرضكم لي اطلع من الفندق عشان تودوني السويت اللي وعدتوني فيه، فندق ثاني. لا على فكره شو اسم الفندق؟ ايه اسم الفندق. تسمحوا لي اوديه فندقه؟ تفضل. تفضل معي الفندق الجديد. حبيبي وافقت؟ ايوه الله اجتمعت مع نفسك. جميل والله. تفضل. قال فندق، قال فندق، قال قلع. راح ادور لك محطه ارقد فيها الليله. يلا وتشرط بعد. عجل